نبدأ درس الدولة الفاطمية فين؟ في مصر. طبعا الخليفة غير الوالي، الخليفة هو اللي بيعين ايه؟ الوالي. هنقسم كده السبورة ايه؟ بصوا معايا. الخليفة ده هو خليفة المسلمين، الدولة الإسلامية كلها. بيعين مين بقى؟ الوالي. الوالي اللي هو مين؟ جوهر الصقلي في مصر، الوالي. يبقى عندك الخليفة وعندك ايه؟ الوالي. الخليفة اللي هو المعز لدين الله، ماشي. جوهر الصقلي، خلاص ركزوا معايا. يبقى الخليفة دي المعز لدين الله الفاطمي، والوالي جوهر الصقلي. طيب طبعا مقر الخلافة أثناء مقر الخلافة للدولة الإسلامية كان فين؟ في المغرب. خلاص؟ كان فين؟ في المغرب. كله يركز معايا. طيب كل بقى صفحة ايه؟ 34 يكتب تاريخ النهارده عليه. طبعا لا من قدام كتاب ايه؟ الملاوي. كل يطلع كتاب يلا صفحة 34 تاريخ اليوم. يعني مسكت مجموعات ايه زي ما احنا متعودين. طيب أول حاجة بقى التاريخ بتاع النهارده عليه. كله يفتح كتاب خلاص. المعز لدين الله الفاطمي بقى. طبعا أي انهيار دولة لازما، عشان دولة تقوم لازما انهيار الدولة اللي قبل ايه؟ الله. خلاص؟ الدولة اللي كانت قبل منها الدولة ايه؟ العباسية. صح؟ جت الدولة الفاطمية بقوة جيشها اللي هو القائد المعز لدين الله، أسس كون جيش قوي وانشا القرار. ماشي ما تسبقش، احنا واحده واحده عشان نمشي ايه بترتيب ايه الاحداث. طب يبقى الدوله العباسيه انهارت نتيجه ضعف ايه القوات بتاعتها وضعف ايه الخلافه بتاعتها. اتى المعز كون جيش قوي، اعاد الامن وايه والامان. اعاد الامن ايه والامان. اي دوله لازم يكون جيش ايه قوي. كل بقى يكتب ايه سؤال في الكتاب كده. المعز لدين الله الفاطمي أسباب ظهور الدولة الفاطمية في مصر. أهي في أول سؤال، أسباب ظهور الدولة الفاطمية في مصر. في أول إيه؟ في أول قطعة أهو. ظهور الدولة الفاطمية في مصر. الإجابة عندك في السؤال من أول فوق ده. في أول قطعة. ماشي؟ أسباب ظهور الدولة الفاطمية في مصر. الإجابة سهلة بسبب ضعف الدولة العباسية وتفكك ايه؟ حكامها. انتهينا. طيب أول ما جه بقى المعز لدين الله الفاطمي دخل ايه؟ مصر. فكر يفتح ايه؟ مصر. بعت مين؟ الوالي جوهر الصقلي. جوهر الصقلي قال له روح ايه؟ افتح ايه؟ مصر. أرسلوا على ايه؟ يد قوات من الجيش تبع المعز لدين الله. طبعا جوهر الصقلي قال القاهرة أعظم بلاد لازم ننقل الخلافة من المغرب إلى ايه؟ مصر. طيب قال لازم اول دوله ما تخش لازم يكون في ايه بقى؟ عاصمه. بنى المعز لدين الله الفاطمي في القاهره واتخذ عاصمه ايه؟ للبلاد. قال لك احنا ننقل بقى من المغرب ونروح القاهره. عمل ايه بقى؟ بنى كله معايا كده على السبوره. طباشيره ايه؟ طباشيره الصبح. عمل ايه قبل ما تجيب الطباشيره؟ نعمل ايه؟ مربع اهو، خلي بالكم معايا. طيب ماشي. انا مدينه اسمها ايه؟ القاهره. ركز معايا ايه؟ معاك المربع اهو. ديت هنتخيلها ايه؟ اللي هي قاهره المعز. عمل 8 ابواب، 1 2 3 4 5 6 7 8 ابواب، وحوطها بسور عالي. 1 2 3 4 5 6 7 8 ابواب. اهم باب عندك ايه؟ زويل. اهي. يبقى دي القاهره ايه؟ باسوار عاليه اهي. بناها ايه؟ عشان طب اسوار عاليه ليه؟ لحمايه من الاعداء. قال لك انا هحوط على نفسي، يجي الفرس يجي ما يعرفوش يخشوا. طبعا ما كانش في عربيات ولا الكلام ده ولا مدارس، كلها خيول. اما يعمل سور عالي عمر ما كان يخترق البوابات دي. طب يبقى 8 بوابات اهمها باب زويل. عندك خريطه في الكتاب اسماء الايه؟ الابواب. في عندك باب الفرج احنا خدناه ايه؟ وباب ايه؟
وبوابه المكواه، كل الاسامي دي لحد دلوقتي اساميها كده طبعا. يبقى الراجل كتر خيره جوهر الصقلي بنى القاهره تحت اشراف المعز لدين الله الفاطمي، 8 ابواب باب ايه؟ زويل، اهم باب. طبعا احنا خدنا ايام التتار والحاجات دي، اي حد كان بيعمل مشكله بيعملوا له اعدام ويعلقوا